توا انا تعرف موقفي معناها انك تنشر قائمه المحالين على النيابه العموميه من ليزي مش تشويه. وهل قلنا حتى النهار الاخراني اللي حضرت فيه لهنا حول القرارات الاخيره نتاعها، معناها اللي هي قرارات متعجرفه وتسيء اكثر حاجه اساءت للمسار الانتخابي ولصوره 25 جويلية اللي هي تعمل في الاكستزال باش تدافع عليه. يمكن هي القرارات نتاع ليزي والطريقه اللي تعاملت بها ليزي كيما مع سامي بن سلامه كيما مع غيره، معناها مع بزنس نيوز احنا رينا قلت لك باعثين معناها حاجه سي لو سومي دو ريديكول، اللي مقال راي معناها اوبينيون مش حتى نتاع جريده هما كاتبته، كاتبوا سيد من الهيكا وما فيه حتى مس وحتى خدش وحتى ثلب، بل هو تحليل قانوني فهمت للتداخل بين ادوار الهيكا والليزي في المساله هذه نتاع تنظيم الانتخابات. دونك فبعثوا له على اساس المرسوم 54. وكيف خذينا سي المنصري لهنا فقنا لي سي المنصري ما قراش حتى المقال، معناه الحقيقه حاجه ماهيش حلوه بالكل. لكن الهيئه ملزمه باش تنشر قراراتها في ليزي، معناها في النص بتاعها هي تنشر القرارات بتاعها. هذا قرار من بين قراراتها يعني. من غير ما تسمي الاسامي تنجم تقول انا حلت 27 دوسي. لا هي حتى تلقى يجي نقول لك تو احنا كيف نراو الطريقه اللي هي تعاملت بها مع النشر في الجوخت، تفهم اللي فما برشا اماتوريزم. انت كيف تشوف فما حاجات كانت لازمها تتنشر في الجوخت وتنشرت بعد وقتها وما تنشرتش بالكل. واليوم كاينهم يحبوا يعملوا ديليكسيتزال يا اخي ولاو ينشروا كل شيء نتاع احنا سيغتان ما نشرناش توا باش نوليو ننشر في كل شيء دون لو كادر نتاع انكسيتزال. تفيق لي الحقيقه ليزي هذه مشكله كبيره ياسر، وين نتصور اللي رئيس الجمهوريه ما نمشيش في الاتجاه اللي مشى فيه الاستاذ بن حليمه نتاع هو يعتبر بوعسكر هو المثال نتاع القاضي النزيه وغير ذلك. لا انا يظهر لي قيس سعيد لا يتي بريو بياج، عين الناس هذوما شو غلطوا؟ لا هاني قلت لك عين الناس هذوما على خاطر هو لازم ياخذ زعما في اطار التواصل نتاع الدولة. عباد كانوا في الليزي القديمة دونك عارفين كيفاش تخدم، ما ينجمش يجيب عباد كلهم جدد. دونك وفي الاخر لقى المسألة ماهيش باهية كما هو كان يتصور، لكن تمسك وغض النظر وغض الطرف على الأخطاء هذه أملا منه في إنجاح العملية الانتخابية. يقول لك هي ديجا الأمور كومبروميز شوية وأنا باش ندخل في الخصومة هذه بينهم وبين سامي بن سلامة وغير ذلك، فيا سيدي نغضوا الطرف نطفيوا الضوء حتى لين تتعدى الانتخابات هذه على خير. وين معناها نتصور ولعلي أأمل مش نتصور آمل وحطتهم حتى الانتخابات 2024 راهم تاع الرئاسية. اي لكن ديما فما امكانيه نتاع ريفوكاسيون. دونك امل اللي سيقع اعاده النظر في الهيئه هذه اللي هي الحقيقه كانت معناها ما كانتش بالكل في المستوى. ومن بين بالله نحب نقول كلمه مش نزيد